استكشافي للسينما المصرية، والنهاردة عندنا فيلم في 2025، فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من أول مرة. إخراج خالد منصور، كتابة محمد الحسيني، بطولة عصام عمر، راكين سعد، سما إبراهيم، وأحمد بهاء. أول فيلم أشوفه في 2025، أول تجربة سينمائية في 2025، وعندنا كلام كتير عايزة أقول عن الفيلم ده. الفيلم بيتابع حسن سكيورتي جارد عايش مع والدته وكلبه رامبو. أحداث الفيلم بتحط حسن في موقف ومأزق إن هو لازم يلاقي مكان رامبو يقعد فيه، لأن لو رجع البيت هيتأذي. مبدئيا كده الفيلم ممتع، بسيط، ومبذول فيه مجهود، وسمول سكيلد، وده كده كومبو أنا بحبه جدا في الأفلام. القصة بتدور أحداثها خلال كام يوم، وقصة صغيرة، والمخرج مستغل كل اللوكيشنز اللي قدر إن هو يصور فيها. وطالما اتكلمنا عن المخرج، تعالوا نتكلم على أفضل عنصر من عناصر السينما اللي موجودة في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. انا حاسه ان بعد ما اصور الفيديو ده هكتشف ان انا قلت التايتل بتاعه غلط. افضل عنصر في الفيلم ده هو عنصر التصوير. انا بجد كنت مبهوره. السينماتوجرافي وتكوين الصوره واستخدام الاضاءه في الفيلم حاجه تدرس، بجد بجد مجهود رهيب. في بعض المشاهد الاضاءه فيها من حيث لون الاضاءه، ومن حيث الاضاءه دي موجوده فين الانجل اللي متصوبه منه. لا 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 لا، الفيلم فيه شويه كادرات وول بيبرز، واداني كده احساس بالانجماتيك سينما، وهي نوع من انواع السينما اللي البطل فيها بيبقى في عالم كانه لوحده. هو حواليه ناس كتيره والعالم عادي جدا، ولكن كانه لوحده، لان هو بيدي احساس بالوحده واحساس بالانعزال، وده باين قوي في طريقه التصوير. الفيلم انواره خافتة جدا، ولكن موجودة ومتلونة كويس قوي، وده معكوس على التون بتاع الفيلم واحساس المشاهد وهو بيتفرج. مثال بسيط جدا على السينماتوجرافي العبقرية اللي موجودة في الفيلم ده هو اخر مشهد في الفيلم. هو بيحصل في حفلة، واللي لقى اللوكيشن ده وقرر يصور المشهد ده في المكان ده فكرة جامدة جدا. الحفلة بيبقى فيها إضاءات مختلفة، والصور بتتحرك بطريقة مميزة، وبالتالي بيقسم تركيزك ما بين اللي بيحصل ورا الشخصية الرئيسية وإيه اللي الشخصية الرئيسية بتعمله دلوقتي. وده كان من أحسن المشاهد الموجودة في الفيلم، إن ما كانش أحسن المشهد. تكوين الصورة نفسها والبلوكينج في الفيلم ده برضو مميز جدا. فساعات الكادر بيبقى فيه كذا حاجة المفروض أنت كمشاهد تركز فيها، والمخرج بيعرف بشطارة إن هو يخليك تركز في كل العناصر الموجودة مهما كانت زحمة. وزي ما اتكلمنا، اختيار اللوكيشنز في الفيلم ده مميزه جدا، سواء المكان اللي هم راحوا فيه اللي فيه خالد جواد اللي هو كان سايد كاركتر ومفاجاه جامده في الفيلم، الحفله اللي كانت موجوده في اخر فيلم اللي فيها يسرا اللوزي مفاجاه تانية جامده جدا، الى الاماكن البسيطه زي المحل اللي كانت فيه راكين سعد، او الشقه بتاعه عصام عمر اصلا في الفيلم. كل دي لوكيشنز قد تبدو عادية، ولكن باستخدام الإضاءة والسينماتوجرافي والتصوير والمخرج الشاطر نقلها من لوكيشنز عادية إلى لوكيشنز مميزة جدا، واستخدمها بأفضل طريقة ممكنة. اختيار مختلف ومميز كمان في الفيلم ده هو اختيار الساوند تراك. الساوند تراك بيتقسم لثلاث حاجات في الفيلم ده: رسائل صوتية ما بين بابا الشخصية الرئيسية والشخصية الرئيسية دايما موجودة في الباك جراوند، وبابا كمان بيغني له أغنية وهي دايما موجودة في بعض المشاهد المهمة جدا. ده كان اختيار مميز جدا واختيار جريء إن ده يبقى جزء من الساوند تراك اللي موجود في الفيلم. العنصر التاني اللي في الساوند تراك هو بعض التراك او الاتنين او التلاتة اللي موجودة في الفيلم، اللي هي بيديك احساس كده بالامبيانس ميوزك، او الاغاني اللي بتخليك حاسس بالمكان اللي حواليك، بتنقلك مشاعر الانعزال والتشتت اللي الشخصية الرئيسية فيه. وتالت عنصر من عناصر الساوند تراك هي اغاني زي اغنية شجرة الليمون لمحمد منير، اللي هي خلاص كده بقت مرتبطة بالفيلم ده ومرتبطة بالاحداث دي، واختيار مميز جدا. وممكن نقول ان العنصر الرابع من الساوند تراك هو عدم وجود الساوند تراك. في مشاهد كتيره قوي ولحظات كتيره قوي في الفيلم ما فيهاش موسيقى تصويريه، وده بيخليك تركز على عناصر اخرى موجوده في الفيلم. وكمان اللحظات دي بتبقى من اكتر اللحظات اللي المخرج عايزك فيها انك انت تبقى مركز قوي، وما بيبقاش فيه اي حواجز جماليه ما بين اللي بيحصل للشخصية الرئيسية والمتفرج. الكيمياء اللي ما بين الشخصيات الرئيسية فعلا كانت واضحة في الفيلم، سواء المشاهد اللي ما بين عصام عمر وراكين سعد، لان هما المشاهد اللي ما بينهم مبنيه بناء كلي على ان الاتنين يبقى في ما بينهم كيمياء، لان مفيش كلام كتير وفي اسرار كتير وفي ماضي ما بينهم مش بيتوضح في الفيلم، فلازم يبقى الممثلين عارفين ان هم يتواصلوا مع بعض عن طريق النظرات، عن طريق السكوت التام. كل دي طرق من طرق التواصل، بالذات ان شخصية عصام عمر من الشخصيات الهادية جدا اللي مش عايزة تتكلم، واللي بتفضل ان هي تتفرج اكتر من ان هي تبقى جزء مشارك في الاحداث. اول مشاهد اللي ما بين سما ابراهيم والدة حسن في الفيلم وعصام عمر كان تمثيلها واقعي جدا، وكان واضح التناغم والكيمياء اللي ما بينهم. طبعا نيجي لعنصر من اهم عناصر الفيلم وهو رامبو الكلب. انا افتكرت قبل ما اخش الفيلم ان هو هيبقى فيه ظهور اقل للكلب، لان طبعا انت لو انت بتشتغل مع كلب في الفيلم بتاعك كمخرج السيطرة عليه صعبة، بالذات هو لو كلب مش سينمائي.
نهائي. فانا افتكرت ان هم هيحاولوا يتغاضوا عن المشكله دي بان هو هيظهر ظهور اقل او ظهور ثابت فيه، ولكن بالعكس تماما. الكلب كان رائع، وكان عينه وحركته بتوصل كتير قوي من المشاعر اللي المفروض المتفرج يكون بيحس بيها. وتاني كان واضح الكيمياء اللي ما بين الشخصيات الرئيسيه والكلب رامبو. وطالما اتكلمنا على التمثيل، تعالوا نتكلم على تمثيل عصام عمر، لان هو من اكتر الحاجات المميزه في الفيلم. عصام عمر هو افضل شاب بيمثل حاليا، وخطواته لحد دلوقتي خطوات ممتازه ومميزه. تمثيله هادي ومتزن، وبيلعب على الاوتار الصحيحه، على النظرات، على الكلام القليل، وبيدي انطباع وشكل ان هو ممكن يجسد اي شخصيه لان هو شبه كل الناس. ضيوف الشرف في الفيلم كانوا مفاجآت، ما بيظهروش كتير ووقت قليل، ولكن ليهم اثر واضح على الفيلم. خلصنا كل الايجابيات، تعالوا بقى نتكلم على الحاجات اللي انا لسه بفكر فيها والسلبيات. من عيوب الفيلم في وجهة نظري هي الكتابه بكل نواحيها، سواء كتابه الشخصيات او السيناريو او تصاعد الاحداث. كنت حاسه ان الفيلم ده محتاج ان هو يبقى فيه درافت كمان، لان بعض الشخصيات اللي موجوده في الفيلم كانوا وان دايمنشن كده، كانوا مكتوبين بطريقه اللي هو الابيض ابيض والاسود اسود. ولما بتشوف الشخصيه السوداء اللي هي المفروض تبقى رمادي مش سوداء، لما بتشوفها بتلاقي ان كل المشاهد اللي هي طالعه فيها طالعه بتمارس السواد ده، والشخصيات البيضة طول الفيلم بتمارس البياض ده والطيبة دي. وانا ما بحبش النوع ده قوي من الكتابه، لان بيخلي ابعاد الشخصيه احاديه جدا، وبيخلي الشخصيات سطحيه شويه. القصه بقى كانت محتاجه ابعاد اكتر، لان رتم الفيلم والتون بتاعه كان ممكن الناس تقول عليه سلو بيرن، لكن هو على قد ما هو سلو بيرن على قد ما هو بطيء كمان. يعني السلو بيرن ده اللي هو بيهيئك لحاجه معينه، لكن البطيء بيبقى بطيء لان انت حاسس ان الرتم ماشي كده. فكان لازم يكون في انسيابيه ما بين تصاعد الاحداث والرتم بتاع الفيلم، عشان الفيلم يبقى امتع شويه واحداثه بتمشي برتم اسرع شويه. مثال سريع على اللي انا بقوله ده فيلم 19 ب لاحمد عبد الله اللي هو نزل السنه اللي قبل اللي فاتت. الفيلم قصته مشابهه شويه، لو جردنا حاجات كتير قوي من الفيلمين فقصته مشابهه شويه لقصه الفيلم ده. وهو بيتكلم عن بلطجي فارض سيطرته وظلمه على حد مش عايز ان هو يرد على البلطجة دي. والفيلم كله عبارة عن ان الشخص الطيب بيحاول ان هو ما يوصلش نفسه ان هو يرد الأذية، وان البلطجي شايف نفسه ان هو على حق وان هو كمان مظلوم. ولكن في فيلم 19 بيه الكتابة كانت افضل، فبالتالي شخصية احمد خالد صالح كانت شخصية حد سوداوي وشرير وحد مؤذي، ولكن في نفس الوقت هو حد عنده مبادئ وحد اتظلم فعلا. وانت فاهم هو جايب الافكار والخوف والجبن، لان جزء مهم قوي من بناء شخصية البلطجي هو ان البلطجي ده المجتمع خلاه بلطجي، المجتمع خلاه ظالم، اتعرض لحاجات سيئة كتيرة جدا، وده كان واضح في فيلم 19 ب. ونفس الكلام في الشخصيات الرئيسيه اللي هي بتحاول ما تردش الاذيه دي، وبتحاول انها تمشي جنب الحيط لان هو مبسوط بالحياه اللي هو فيها ومش عايز اي نوع من اي تشتت. شخصيه ناهد السباعي في فيلم 19 ب كان برضو ليها ماضي مع احمد خالد صالح لم يوضح، زي بالظبط راكين سعد وعصام عمر، ولكن لما بيحصل مشاهد ما بينهم بيبقى الكتابه والسيناريو مكتوبه افضل شويه. وعلى فكره نهايه الفيلمين مشابهه شويه لبعض، وده ينقلنا للنقطه اللي بعدها. طبعا مش هقدر احرق ولا اقول اي راي بصراحه عن النهايه بتاعت الفيلم، ولكن نهايه الفيلم كل اللي اقدر اقوله انها خلتني افكر ليه الفيلم انتهى بالطريقه دي، وايه نوع الرساله اللي الفيلم بيحاول يوصلها. هل كيف تكسر دايره العنف، ولا كيف تكون جزء منها؟ بس كده. انا عجبني فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، واتمنى ان كل الافلام المصريه اللي تكون موجوده في السينما تبقى موجوده بالشكل ده، مبذول فيها المجهود ده، واضح فيها الشغف والحب والاخلاص للسينما بالشكل ده. وطبعا ارشح اي حد يقدر يتفرج على الفيلم روحوا اتفرجوا عليه، فعلا يستاهل وقتك. بس كده، لو عجبكم الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفولو مي اون تيك توك وفيسبوك وانستجرام وتويتر، كل دي اماكن بعمل فيها كونتنت مختلف تماما عن اليوتيوب. ولو في اي فيلم عايزيني اعمل لكم عليه ريفيو ما تنسوش تكتبوا لي اسمه في الكومنتس. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.